السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد نصر في فيديو جديد من الفيديوهات اللي متعودين نشوفها على قناتي، قناة أحمد نصر. الفترة اللي فاتت ناس كتير قوي اتكلمت إن عشان خاطر الأسعار وعشان خاطر الكلام دوت عايزين نزود دخلنا وعايزين نحسن كل الكلام دوت. طيب، أنا كنت اتكلمت قبل كده إن إزاي نشتغل فريلانسر أو إن إحنا نعمل خدمات تكون مش محتاجة إن هي مواهب كبيرة أو إن أنت تعمل فيها حاجات كتير وتكون بسيطة بالنسبة للمبتدئين. طيب، محدش في الناس اللي اتكلمت وقالت نشتغل فريلانسر بحيث إن إحنا نزود دخلنا نعمل الكلام ده إزاي؟ فأنا النهاردة جايب لك فيديو مجموعة من المواقع العربية موثوقة وكمان تقدر تسحب منها أرباحك بسهولة. وسائل السحب فيها هتكون سهلة زي فودافون كاش أو حساب بنكي أو باي بال. فالكلام دوت مفيش فيه أي مشكلة، وكمان هتبقى بالعربي عشان حجة اللغة تكون اتشالت، والسحب والكلام دوت زي ما قلت لك إن هتبقى الموضوع سهل. كمان هقدر إن أنت من خلال المواقع ديت تقدر تعمل أكتر من حاجة. الموضوع هيبقى بسيط بالنسبة لك. طيب، بس قبل ما نشوف الكلام دوت لازم انبه على حاجه في الفيديو ده. لو انت داخل وفاكر نفسك ان المواقع دي هتديك فلوس بدون ما تعمل اي مجهود، فما فيش الكلام ده اصلا. اي موقع في الدنيا لازم تشتغل عليه. لازم تكون بتقدم شيء او عندك قيمه او بتحل مشكله او شاطر في حاجه معينه تقدر تساعد بيها الناس. فبلاش تجري ورا الفيديوهات اللي بتقول لك ان هتملى استبيانات هتقبض فلوس، او انك هتشوف اعلانات فيديوهات والكلام ده تقبض منها فلوس. لان حتى لو دي كانت سهله فهي مش هتكون بتدي مقابل كويس. كمان آه، مش هتعلمك حاجه. انت محتاج انك تتعلم. فنصيحه اخويه، حاول انك تتعب شويه وتتعلم مجالات تشتغل بيها على الانترنت وتزود من خلالها ده. طيب، في الفيديو دوت بقى نبدأ نتكلم عن الفيديو اللي احنا هنشوفه. في الفيديو دوت انا هقسم الفيديو دوت لجزئين. الجزء الاول مواقع الفريلانسر العربي اللي تقدر من خلالها تشتغل وتقدم خدمات وتكسب من وراها فلوس، والجزء الثاني اللي هو التجاره الالكترونيه والافيليت. وطبعا كلهم عربي زي ما اتفقنا. طيب، انا عامل قائمه كامله لاكثر من حاجه تقدر تستخدمها بسهوله في انك تشتغل فريلانسر. القائمه دي اسمها كورس الخدمات المصغره على خمسات. هوريها لك اول ما ابدا ان انا اشرح المواقع اللي احنا بنتكلم عليها على اليوتيوب. عندي القناه اسمها احمد نصر، هتخش جوه القوائم التشغيليه هتلاقي في قائمه اسمها خدمات كورس الخدمات المصغره على خمسات. لازم تدور على مهارات اكتر طبعا وتتعلم حاجات اكتر عشان تقدر تقدم خدمات اكتر. طيب، يلا نبدأ بقى الفيديو بتاعنا. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش طبعا انك تعمل لايك عشان الفيديو دوت يوصل لناس كتير محتاجة الموضوع دوت فيوصل لها بطريقة أسرع. والشير طبعا. ولو مش مشترك في القناة أو مش مشترك في صفحتي على الفيسبوك لازم تعمل اشتراك أو سبسكرايب وتفعل الجرس. ولو موقع من المواقع اللي انا قدمتها لك دي كنت تعرفه او ما تعرفش وفادك بعد ما اشتغلت عليه، ما تنساش طبعا التعليق. تقول لي انت هتشتغل على انه موقع وافدتك ولا لا، واكمل في سلسله فيديوهات من النوع دوت ولا اوقف ونرجع زي ما كنا لحاجات اللي مش محتاجه مجهود للمبتدئين قوي قوي قوي. والادوات هستنى التعليق بتاعكم. يلا بينا نبدا الفيديو. يلا بينا. طيب، نبدأ بقى الفيديو بتاعنا. الجزء الأول اللي اتكلمنا فيه اللي هو مواقع الفريلانس. قبل ما نخش على مواقع الفريلانس هقول لك إن القناة بتاعتي أهي اسمها أحمد نصر. هتلاقي فيه قائمة اسمها كورس الخدمات المصغرة واللوجو بتاعه خمسات زي ما احنا شايفين. ده هتلاقي فيه جواه أكتر من فيديو بيعلمك تعمل أكتر من حاجة تقدر إن أنت تبدأ بيها. طيب، أول موقع هنتكلم عنه في فيديو النهاردة اسمه إيه؟ اسمه الحريفة. وده الشكل بتاعه. دوت من افضل مواقع الفريلانس اللي تقدر تشتغل عليها. تقدر تشتغل في كوظيفه او مستقل او تقدر تشتغل في اكتر من حاجه. طيب، هو موثق زي ما انتم شايفين في الاف الشركات. لو نزلت لتحت تقدر يقول لك ازاي توظف مستقلين او ان انت تقدر تشتغل عن بعد. تقدر تشتغل في البرمجه، في التصميم، ترجمه، انتاج اعلامي، تسويق رقمي، في اكتر من وظيفه ان انت تقدر تشتغل بيها. الموقع دوت بتسحب الفلوس منه اكتر من حساب، سواء حساب بنكي او وسائل تانية. الموضوع في الموقع ده مرن جدا.
وتقدر ان انت تسحب فلوسك باكتر من طريقه. بص زي ما احنا شايفين كده في اكتر من ناس شغال عليه. تعالوا نخش تصفح جميع المستخدمين. افضل المستخدمين في مصر. عايز تبص على حاجه معينه تشوف هي فعلا في سحب عليها او لا، او في ناس شغاله فيها، تقدر تختار من هنا الحاجه اللي انت عايز تشتغل فيها، وليكن آه، المصممين مثلا. بص في ناس كتير قوي شغاله، تقدر تبص كل واحد فيهم بيقبض قد ايه في الساعه. ده معناه ان في ناس بتشتغل بالفعل عليها، تقدر ان انت تحط السي في بتاعك، تبدا ان انت تشتغل عليه بنفس الكلام. طيب لو دخلنا جوه اي واحد من دوت الملف الشخصي بتاع الشخص، هيبدا يقول لك المهارات بتاعته، يقدر يعمل ايه، سابقه الاعمال بتاعته بحيث ان يشوفها. كل الكلام دوت انت تقدر تعمل زيه بالظبط، بحيث ان الناس تقدر تطلب الخدمات بتاعته. طيب انا اقدر اعمل الكلام ده ازاي؟ كل اللي هعمله هنزل العثور على وظائف، وابدا ان انا اسجل في الوظيفه اللي انا بقدر اعملها، وابدا ان السي في بتاعي او البورتفوليو بتاعي ينزل على الموقع، ويبدا ان الناس تتواصل معايا عشان خاطر انفذ لها الطلبات بتاعتها. ده كان اول موقع. طيب نخش على الموقع اللي بعديه، اللي هو اسمه اريد. منصه اريد هي من اكبر المواقع للفريلانس. بتقدر ان انت تشتغل فيها في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، بتخليك الناس تجي لك. طبعا انت من المستقلين المحترفين، هو بيبدا ان هو يشتغل معاك. بص الشركات كبيره جدا زي امازون وزي نون بتتعامل معاها. طبعا انت هنا مش بتتعين في الشركه كوظيفه دايما، لا انت بتتعين كفريلانس. بيبقى في مشروع بيقدمه لك، مجرد ما بتخلص المشروع بتاخد فلوسك، و خلاص بيوقف التعامل ما بينك وما بينهم، مش بتبقى موظف دائم عندهم. لو نزلت تحت كده هتلاقي في ناس بتطلب اشخاص ان هي تشتغل في اكتر من حاجه. يعني مثلا لو دخلنا جوه المبيعات والتسويقات ديت، هيبدا يظهر لك جواها اكتر من حاجه او اكتر من فرع تقدر ان انت تشتغل فيه. تمام، مجرد ما تخش على كلمه خدمات كده هيبدا انه يظهر لك اكتر الخدمات والاقسام بتاعتها، والخدمات الاعلى تصنيف من منصه اريد. بيبدا ان هو يقول لك اكتر من حاجه. طيب في حاجات تانية. في حاجة لذيذة هنا لو نزلنا لتحت خالص، هتلاقي إن في آه مثلا كيف تعمل المنصة. لو دخلنا عليها كده، خلينا في العربي، إزاي تنطلق في رحلة العمل المستقل من منصة أريد. بيبدأ يعلمك إزاي تبحث عن مشروع، إزاي تختار، إزاي تعمل ملف شخصي. بيعلمك كل حاجة خطوة بخطوة. طيب لو نويت تشتغل على المنصة ديت، لازم الحاجة اللي تبص عليها هي طبعا كيف تعمل. ولو دخلنا مثلا على قصص النجاح بتاعت الناس، هيبدأ يفتح لي قصص نجاح الناس اللي قبلك، هيدوك آه، إلى حد ما دفعة إنك تقدر تشتغل على المنصة دي. طيب نطلع بقى كده، تقريبا إحنا اتكلمنا عن المنصة ديت. نبدأ نشوف الموقع اللي بعديها. تعالوا نقفلها. الموقع اللي بعديها اسمه نفذ لي. نفذ لي ده موثوق جدا، وتقدر تقدم عليه مشاريع مستقلة، او تقدم عليه مشاريع جاهزة انت خلصتها بالفعل وهتبيعها على طول. طيب بيشتغل ازاي موقع نفذ لي؟ هو شبه خمسات، يمكن زي في كل حاجة ما عدا حاجة واحدة، ان في خمسات لازم تكون الحاجة بتبدأ ب $5، لكن هنا انت بتحط الفلوس اللي انت عايزها، مش شرط $5 خالص. وسائل السحب للمبالغ بتاعت من موقع نفذ لي زي ما انت شايف، فيها فودافون كاش، فيها باي بال، فيها اكتر من حاجه على حسب ما انت محتاج. طبعا هو في اكتر من مجال للتخصصات، تصميم واعمال، ترجمه، مش عارف ايه. تعال نشوف كده كخدمات تصميم واعمال، زي خمسات اهو بالظبط. بس انت مش شرط ان هو يكون ب $5، ممكن تحط فيه المبلغ زي ما انت شايف. تقدر ان انت تحط فيه اكتر من حاجه زي اللي انا اتكلمت عنها في ال القائمة بتاعت تنفيذ الخدمات المصغرة. طبعا تقدر تعمل الكلام ده كله ومش هياخد معاك وقت، وهتقدر من خلاله ان انت تدخل فلوس جانبية او حتى لو كانت رئيسية ليك
بس طبعا لازم تذاكر اكتر، تبص على اعمال اكتر، تبص على مهارات تقدر تكتسبها بصوره اكبر عشان تقدر ان انت تشتغل صح. طيب، لحد هنا احنا قلنا 3 مواقع للشغل على الفريلانس. هنخش بقى على الجزء الثاني من الفيديو اللي هو الافيليت والتسويق للعموله. الافيليت والتسويق للعموله باختصار شديد ان انت بتشوف حد عايز يبيع حاجه وبتاخد منه الحاجه دي تسوقها له وبتاخد نسبه على المبيع. طيب، اول موقع هنتكلم عليه في التسويق على العموله او الافيليت، موقع هو اسمه غريب شويه، اسمه بوستيني. ده بيعمل ايه بقى؟ ده من احسن المواقع. هو باختصار شديد بيديك كوبونات لمختلف الشركات العالميه. لو حد اشترى من الكوبون بتاعك بينزل لك انت نسبه من الفلوس. طيب، هو على فكره بوستيني دوت تبع عربي ادز، ودي شركه عالميه او موقع موثوق من زمان ومن اكبر الشركات في العالم العربي. عربي ادز دي كانت بتاعت سي بي اي اعلانات. بص، لو بصيت على الموقع اصلا هتلاقيه لذيذ جدا. من ضمن الشركات اللي هو شغال معاها H&M، نمشي، رايا، كارفور، حاجات كتير. كل الكلام دوت بيديك كوبونات خصم فعليا للشركات ديت، ان تنزل مثلا 20%، 30%، 50% على حسب الكوبونات ديت. طيب، اسهل طريقه للربح من الموقع دوت هي البوستات العاديه والفيديوهات. ان انت تمسك مثلا منتج من نمشي او من H&M، تبدا تتكلم عنه وتقول يا جماعه وانا اشتريته حلو وجميل وجربته، وطبعا نمشي او H&M غنيه عن التعريف. انا قدرت ان انا اوفر لكم كوبون خاص للمنتج دوت مثلا ب 20%، وتحط الكوبون اللي هو مديهولك بوستيني هنا. مجرد ما حد هيشتري من الكوبون بتاعك بتبدا تنزل لك عموله على طول على الكلام ده. يعني كمان ممكن ما تحتاجش تعمل اعلانات مموله، هو الفكره بس انك تعلن في المكان الصح، سواء جروبات او الفيديوهات اللي هتتكلم عن المنتج، وتحط كوبون الخصم في الاخر في الوصف. وناس كتير جربت الموضوع دوت ونجح معاهم فعلا. الفكره كلها انك تشوف منتجات عليها طلب عالي وتبدا توصلها او توصل للعملاء اللي عايزاها الكوبونات اللي فيها تخفيض ده. طبعا السحب منه بيكون عن طريق فودافون كاش او بيبال. وطبعا الحل اللي بحبه في النقطه ديت او بفضله ان اعمل موقع كامل للكوبونات، وابدا ان انا احط الكوبونات دي عندي واسوق للموقع كله. ولو مش عارف تعمل موقع ازاي، فانا برضو على قناه احمد نصر عامل كورس كامل اسمه كورس تصميم المواقع، تقدر تمشي معايا بحيث انك تعمل موقع كامل لبيع الكوبونات دي. طيب، خلصنا الموقع دوت، نشوف الموقع اللي بعده. الموقع اللي بعده اسمه عربي كليكس، وده عبارة عن شبكة كبيرة بيكون فيها مواقع كتيرة، فيها برامج تسويق بالعمولة كتيرة تقدر تختار منها اللي تحبه. في شركات كتير قوي تقدر ان انت تاخد منها افيليت. المميز فيه بقى ان هو بيديك كورس افيليت مجاني عشان تطور من نفسك وتقدر تزود اخبارك. هو زي الموقع اللي احنا كنا بنتكلم عنه قبل كده، بس الفكره كلها ان هو هتلاقي كورس افيليت مجاني اهو. لو دخلت جواه بيبدا يعلمك ازاي من الالف للياء تعمل كل حاجه. كورس افيليت فعليا من الالف للياء. طيب، ايه الموقع اللي بعديه؟ الموقع اللي بعديه اسمه لينك عربي. لينك عربي ده تقدر تشتغل فيه في اوقات فراغك زي ما هو كاتب لك كده. كل الفكره انك بتسجل في الموقع، تحدد الاهتمام اللي انت عايزه، وتبدا ان انت تشتغل او تعمل حملات للاهتمامات ديت او تقدم مشاريع تبدا تكسب اموال. الموقع ناس كتير قوي بتشكر فيه، بس انا كتجربه شخصيه ما عملتوش بنفسي او ما اتعاملتش معاه بنفسي. عايز تعرف حاجات عنه اكتر، كل اللي عليك تشوفه هتلاقي مثلا المدونة، هتلاقي فيها أغلب الأسئلة اللي أنت عايز تعرفها. هتلاقي فيها مقالات بتتكلم عن الحاجات الضرورية اللي أنت هتحتاجها. كل الكلام ده تشوفه قبل ما تبدأ معاهم عشان تبقى عارف كل حاجة عنهم. طيب، الموقع اللي بعديه موقع بالنسبة لي أنا لذيذ جدا لأنه مختلف شوية عن المواقع اللي احنا كنا بنتكلم عنها. الموقع اسمه بناء. بناء ده مختلف شويه ليه؟ لانك المره دي هتسوق لكورسات، يعني منتجات رقميه مش ملموسه، يعني سهله قوي قوي في بيعها. كمان بناء هو بيستهدف فئه الاطفال، يعني عليه كورسات كتير جدا للاطفال، وهي جميله وقيمه وحتى اسعارها
لذيذه، يعني اسعارها مش غاليه، 350 وفي 250 وفي 400. تعالوا نخش على كل كورسات كده، هتلاقي اسعار رخيصه. مع كل كورس انت بتبيعه بتاخد من وراه عموله، والاسعار زي ما احنا شايفين 300، يعني مش مبلغ كبير. وطبعا بالنسبه للاطفال ناس كتير قوي بتبقى محتاجه الكورسات ديت، فانت الفكره كلها انك تقدر توصل الكورس للناس اللي محتاجاه، وتبدا ان انت تاخد من وراه عموله. اخر موقع هنتكلم عليه النهارده موقع كتالوجي. كتالوجي بيقدر يوفر لك ان انت تعمل او تبني متجر كامل بدقيقه واحده من على التليفون بتاعك، تقدر تحط منتجاتك او تاخد منتجاته. موقع لذيذ بيسهل عليك حاجات كتير. الفكرة فيه ان هو من المميزات بتاعته ان هو بيقدر يوفر لك شات بوت على الواتساب، عشان لو انت مشغول هو يقدر يعمل لك الطلبات ويعمل لك كل شيء، ويقدر ان هو يعمل لك مبيعات من الالف للياء. الفكرة كلها ان انت تكون جايب عميل فعليا عايز يشتري. طبعا قبل ما تبدا شغل مع اي حد بتحاول ان انت تدور على الاسئله الشائعه، وتبدا ان انت تشوف كل الاسئله اللي الناس سالتها وكل الشرح بتاع الموقع، عشان خاطر ما تبداش مع موقع وتكتشف في الاخر ان انت مش هو اللي كان في دماغك او مش هو اللي كنت انت عايزه. لحد هنا تقريبا الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى ان انتوا تبداوا الشغل، تبداوا على تنميه مهاراتكم بنفسكم، عشان خاطر الايام اللي جايه هنحتاج ان احنا يكون عندنا اكتر من وسيله دخل. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا افيدكم. حاولوا تقولوا لي محتاجين ايه الفتره الجايه ابدا اتكلم عنه بشكل مفصل. وطبعا ما تنسوش اللايك والشير للفيديو دوت عشان يوصل للناس كتير. وفي التعليقات قول لي انا اكتر موقع عجبك وتقدر ان انت تبدا شغل عليه. ولو محتاجين اي مساعده او اي شرح مخصوص لاي موقع من المواقع اللي نبدا اشرحه من الالف للياء، اكتبوا لي في التعليقات وانا ان شاء الله هعمل له فيديو مخصوص. كان معاكم احمد نصر، اشوفكم على خير.